المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء وأستهلها بأبرز العناوين. إصابة 27 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. إرساء 10 مشاريع مياه في الإقليم الجنوبي العام الماضي. جهود لتوسعة خدمات الهاتف النقال في إقليم عنسبة. أفريقيا الوسطى تفرض حالة الطوارئ بسبب محاولات للإطاحة بالرئيس آرتشانك. بايدن يقترح تمديد معاهدة نيو ستارت مع روسيا 5 أعوام. والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب السفر غير الضروري بين دول. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل بالإقليمين الأوسط والجنوبي أظهرت إصابة 27 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت الإصابات 19 منها في أسمرة في الإقليم الأوسط و8 في مندفرة في الإقليم الجنوبي. بهذا وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1940 حالة إصابة، شفي منهم 1304 ووفاة 6 مرضى، فيما لا يزال 630 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 22 من يناير 2021. أوضح قسم المياه في الإقليم الجنوبي إرساء 10 مشاريع مياه العام الماضي بتكلفة بلغت حوالي 11 مليون نقفة. وأوضح مسؤول القسم السيد كبرون مسجانا اكتمال 5 مشاريع مياه في قرى شاحة وأكساد دعرو وكودزبؤو وبلستو ومدينة صنعافة، وتجري أعمال الانتهاء من المشاريع المتبقية. وأشار إلى العمل الجاري أيضا لإصلاح وصيانة مشاريع المياه العاملة، حيث تم صيانة 48 مشروع مياه في الإقليم بتكلفة بلغت حوالي 800 ألف نقفة. وذكر حصول 72% من سكان ريف الإقليم الجنوبي على مياه شرب صالحة، وتم إرساء 404 مضخات دفع يدوي و171 مضخة عمل بالطاقة الشمسية و85 بمحرك الضخ و58 بالضخ الكهربائي في الإقليم الجنوبي. تستمر في إقليم عنسبة الجهود لإيصال خدمات الهاتف النقال إلى المناطق التي لم تصلها، وجرى في هذا الإطار تركيب المعدات في ضاحية قرصت في مديرية حلحل الأسبوع الماضي لتصل خدمات الهاتف النقال مديرية هبرو وأجزاء من مديرية حلحل. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في مراسم بدء خدمات الهاتف النقال في قرصت في 19 من يناير إن الخدمات جزء من المهام الجارية في كل المجالات لإحلال العدالة الاجتماعية، مشيدا بمهني الاتصالات. أوضح مسؤول فرع شركة إيريتيل في إقليم عنسبة السيد جويتوم تخله تركيب 22 برجا للاتصالات لتوسيع خدمات الاتصالات ووضعا في الاعتبار للتضاريس. وهنأ سكان مديرية هابرو التي لم تكن فيها خدمات اتصالات. وذكر مسؤول شبكة خطوط الهاتف النقال في شركة إيريتيل المهندس نجا واللآب، ومسؤول شبكة الهاتف الثابت اللاسلكي المهندس إدريس الأمين تركيب برج بارتفاع 60 مترا وبناء مبنى وتركيب مولد للطاقة الشمسية بقوة 18 كيلووات في العمل الذي بدأ في شهر نوفمبر 2020 لتقديم خدمات الهاتف النقال لمديرية هابرو. ونتيجة لهذا العمل ستحصل مناطق هابرو الزعدة وهابرو صليم وعريتاي وقارعوبل وفلفلة في مديرية هابرو على خدمات الهاتف الجوال والهاتف الثابت اللاسلكي، وخدمات الهاتف الجوال لمناطق ماي أوالد في مديرية حلحل، وكذلك خدمات الهاتف الثابت اللاسلكي لمنطقتي ملبسو وقرصت في مديرية حلحل التي كانت فيها خدمات هاتف نقال. يقدم مكتب الثروة البحرية في إقليم شمال البحر الأحمر دعما للصيادين التقليديين يتمثل في تقديم قروض وتنظيم دورات تدريبية، ما ساهم في تحقيق نتائج مشجعة. أوضح مسؤول وحدة القروض والتعاون في المكتب الشاب الرددسته
توزيع 83 زورقة للصيد ومخزن للأسماك والتبريد، وكذلك أكثر من 1725 شبكة صيد على شكل قروض لتطوير قدرات الصيادين التقليديين في مديريات فرو وقلعلو ودهلك ومصوع، مما ساهم في تسهيل أنشطتهم وتعزيزها. وأشار الشاب الردي إلى إدخال الوزارة لبرنامج قروض متنقل دعما للصيادين لكي لا يقاطعوا أنشطتهم بسبب عدم توفر القدرات المالية ومعدات الصيد العصرية والحصول على الأرباح المفيدة. وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 300 صياد، فيما دفع 20% منهم ديونهم في أوانها. وذكر العمل المنسق لتأطير الصيادين في جمعيات بهدف تبادل التجارب وتنسيق القدرات فيما بينهم. من جانبهم قال المستفيدون من البرنامج إنهم يقومون بأنشطة صيد نشطة بفضل الفرص المتاحة والتحفيز الجيد والبيئة الصلبة التي هيأتها لهم وزارة الثروة البحرية، داعين لرفع القروض والمعدات من حيث الكم والنوعية. وتفيد مستندات وزارة الثروة البحرية بأن الوزارة وزعت منذ العام 1994 وحتى 2016 معدات صيد دعما للصيادين التقليديين عن طريق القروض والمعدات، ما قيمتها أكثر من 151 مليون نقفة، متمثلة في القوارب والزوارق وشبكات الصيد وغيرها من معدات. يقوم السكان بنفير لصيانة طريق حد شعدي مايمنيه الذي جرفته السيول وشكل صعوبة لمرور السيارات في مديرية مايمنيه بالإقليم الجنوبي، وذلك بمشاركة 350 شخصا يوميا. وأوضح المشاركون في النفير معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية لتوقف خدمات المواصلات، وأكدوا اتخاذهم المبادرة لإصلاحه بقدراتهم الذاتية، مناشدين للحصول على الدعم الآلي لتحقيق حل دائم. بعد الفاصل سيداتي سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى فرض حالة الطوارئ عبر أنحاء الدولة، وذلك في ظل مساعي تحالف الجماعات المسلحة الرامية إلى الإطاحة بالرئيس فاوستين أرتشانغ تاوديرا الذي يعيد انتخابه. وقال المتحدث باسم الرئاسة في جمهورية إفريقيا الوسطى ألبرت إيموكيمبيما إنه تقرر فرض حالة الطوارئ لمدة 15 يوما. يأتي ذلك الإجراء في الوقت الذي شن فيه تحالف 6 جماعات مسلحة هجمات متفرقة في مناطق واقعة ما بين العاصمة بانجيه وطريق الإمداد الرئيسي الذي يربط بانجيه بالكاميرون المجاورة. جدير بالذكر أن الرئيس أرتشانغ تاوديرا كان قد أعيد انتخابه خلال الانتخابات المثيرة للجدل في 27 من ديسمبر الماضي، حيث تمردت عليه المعارضة والعديد من الجماعات المسلحة. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جمهورية إفريقيا الوسطى مانكيورا ندياي قد دعا مجلس الأمن إلى زيادة عدد جنود حفظ السلام في الدولة بسبب الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة مؤخرا، مما تسبب في وقوع قتله. اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد معاهدة نيو ستارت مع روسيا ل5 أعوام، وهي الاتفاق الوحيد المتبقي بين البلدين للحد من الانتشار النووي، وينتهي سريانه في 5 من فبراير. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي لصحفيين إن الولايات المتحدة تعتزم طلب تمديد نيو ستارت 5 أعوام. ولإظهار أن الأمر ليس شيكا على بياض لروسيا، طلب بايدن من أجهزة الاستخبارات إجراء مراجعة شاملة تتعلق بالهجوم الإلكتروني الأخير المنسوب إلى موسكو، واحتمال وجود تدخلات في الانتخابات مستقبلا، واستعمال أسلحة كيميائية ضد القيادي المعارض أليكسي نافالني وفق ساكي. ولم توافق إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سوى على تمديد مشروط بعام واحد للمعاهدة يتم خلاله التفاوض حول اتفاق أوسع، لكن المحادثات مع موسكو لم تفضي إلى نتيجة. وتنص المعاهدة على وضع حد للترسانة النووية للبلدين، أي بتخفيض بنسبة 30% مقارنة بالحد السابق الذي وضع عام 2002، والحد من عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة.
دعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب السفر غير الضروري بين دوله لمواجهة خطر النسخ المتحورة من فيروس كورونا، معتبرا أن الوضع الصحي خطير جدا، وذلك في ختام قمته 27 التي عقدت عبر تقنية الفيديو. فقد دقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ناقوس الخطر خلال القمة حيال الوضع الصحي الخطير للغاية الذي تسبب به كوفيد-19 في كل أوروبا. واعتبرت أنه يجب عدم تشجيع السفر غير الضروري بين بلدان الاتحاد الأوروبي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة عمل السوق الموحدة، أي مواصلة السماح بالانتقال السلس للعمال الأساسيين والبضائع عبر حدود دول الاتحاد الأوروبي. يذكر أن مسألة مراقبة الحدود هي صلاحية وطنية لكل دولة، لكن الأوروبيين يحاولون التنسيق حفاظا على عمل السوق الداخلية ونقل البضائع والتنقل اليومي للعمال عبر الحدود، وهم يريدون تجنب الفوضى التي أعقبت إغلاق حدود دولهم بشكل غير منسق لدى انتشار الوباء في الربيع الماضي. أعلنت القوات المسلحة العراقية انطلاق عملية ثأر الشهداء، والتي تستهدف بقايا تنظيم داعش الإرهابي. ويشرف على العملية التي جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب. وتستهدف العملية بقايا عصابات داعش مستفيدة من معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية حسب ما جاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب. ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سابقا إلى معالجة التحديات في الأجهزة الاستخباراتية بشكل عاجل، وذلك بعد ترأسه جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني تمحورت حول التفجيرين الانتحاريين اللذين أوديا بحياة 32 شخصا على الأقل في أول هجوم انتحاري ضخم بالعراق منذ 3 أعوام. وقال الكاظمي إن هناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.